السلام عليكم، كيفكم متابعينا الكرام؟ رجعنا لكم من جديد بوصفة جديدة. وصفتنا لليوم الكيكة الإسفنجية بنكهة البرتقال. أهم ميزات هي الكيكة أول شي إنها سهلة التحضير للمبتدئين، وتاني شي سريع التحضير، ممكن نحضرها خلال 5 دقايق بس. أول شي رح احتاج برتقالة كاملة، وتاني شي رح احتاج 3 حبات من البيض، كوب ونص طحين 200 جرام، 3 ارباع الكوب سكر 150 جرام، نص كوب من زيت المازولا 100 جرام، وربع كوب من الحليب 70 جرام، واخيرا بحتاج معلقة صغيرة من البيكنج بودر ومعلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم. وهلا رح نعمل هي الكيكة بخلاط الكوكتيل، واللي ما عنده هذا الخلاط او اي نوع ميكسر تاني ممكن يشتغلها بخفاقة يدوية. طبعا الطريقة كتير سهلة وبنفس الخطوات، بس رح نبشر البرتقال ونعصره قبل ما نضيفه للخليط. وهلا بنرجع لطريقتنا بخلاط الكوكتيل. بنضيف البرتقانة مثل ما هي، بس بنقطعها قطع صغيرة. رح نضيف عليهم 3 بيضات متوسطين الحجم. وهلا بنضيف 3 ارباع الكوب من السكر. نضيف نص كوب من زيت المازولا. طبعا زيت المازولا ممكن نستخدم زيت عباد الشمس او ممكن نستخدم زيت